هذه أبرز العناوين. يواصل المدافع المغربي عبد الحميد أيت بودلال تحقيق أرقام وإحصائيات متميزة فاجأ بها كل مكونات فريقه ستادرين الفرنسي. انتفاضة المغربي الواعد أيت بودلال ضد قرار سابق لنادي رين كاد أن يبعثر مساره ويعيده إلى نقطة الانطلاق. المدرب السنغالي حبيب بي يعيد بريق الدولي المغربي ويعده بمستقبل واعد مع مواصلة العمل والمثابرة. توهج المغربي أيت بودلال في الدوري الفرنسي وخوضه دقائق معدودات مع أسود الأطلس في ودية أوغندا تزيد الضغط على وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي قبل الكشف عن لائحته النهائية لكأس إفريقيا للأمم. وقبل الشروع في التفاصيل، لا تنسوا مشاهدين الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما. يقدم الدولي المغربي عبد الحميد أيت بودلال مدافع نادي ستادرين الفرنسي لكرة القدم مستويات تقنية عالية حاز من خلالها ثقة مدربه السنغالي حبيب بي، حيث سجل هدفين إضافة إلى تقديمه تمريرة حاسمة واحدة في آخر 4 مباريات له في مركزه كقلب دفاع. واستطاع المغربي أيت بودلال ذو 19 عاما فتح باب التسجيل في مباراة فريقه ستادرين الفرنسي ضد ضيفه موناكو عن منافسات الدوري الفرنسي في المباراة التي انتهت لصالح الفريق الأحمر والأسود بمجموع 4 أهداف مقابل هدف واحد في ملعب روازون بورك بمدينة رين عن الجولة 13 من الدوري الفرنسي. وارتقى نادي ستادرين الفرنسي ضمن جدول ترتيب الدوري الفرنسي إلى المركز الخامس عقب فوزه الثالث تواليا ضد كل من ستراسبورغ، باريس FC وموناكو. وقد نال الدولي أيت بودلال أفضل تنقيط في مباراة موناكو الأخيرة بمجموع 8 نقاط، واختير رجل المباراة وفقا لتقييمات ماكسي فوت المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين. وقال حبيب مدرب ستادرين: كانت الأجواء رائعة، بمجرد وصول الحافلة إلى الملعب شعرنا بأجواء مختلفة بعض الشيء، ربما بسبب الخصم أو احتمالية تحقيق فوز ثالث على التوالي. طلبت من اللاعبين الحفاظ على هدوئهم النفسي والالتزام بما خططنا له لهذه المباراة، إنها أمسية رائعة بفضل النتيجة والاحتفال والفوز. وأضاف: كنا قلقين بعض الشيء بشأن أسلوب موناكو التكتيكي، وبتحركات رائعة أظهر فيها أيت بودلال شخصية قوية استطعنا فك شفرة دفاع موناكو، ما منحنا سيطرة أكبر ثم أصبح الفوز حليفنا. وقد كان نادي ستادرين الفرنسي قريبا من الاستغناء على خدمات الدولي أيت بودلال بعد أن كان قريبا من مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، حيث رفضت إدارة الفريق 3 عروض تلقاها في الأيام الأخيرة من الميراكاتو الصيفي الماضي للتعاقد مع المدافع المغربي، بينها عروض إعارة. ورفض نادي رين عرضان للإعارة من نادي لورينت وميتس الفرنسيين، فضلا عن عرض شراء من نادي أندرلخت البلجيكي دون الكشف عن تفاصيله الرسمية. وأكدت تقارير إعلامية استنادا على مصادر مقربة من النادي أن مدرب ستاد حبيب وعد المدافع أيت بودلال بمنحه وقتا للعب أكثر خلال الموسم الكروي الجاري، علما أنه تعرض للطرد في المباراة الافتتاحية ضد أولمبيك مارسيليا منتصف غشت الماضي. وكان الدولي أيت بودلال قد عاد إلى صفوف ستادرين قادما من فترة إعارة مع نادي أميان في الدرجة الثانية، حيث شارك الموسم الماضي في 9 مباريات قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة، ويرتبط بعقد مع النادي إلى غاية يونيو 2028. وبدت حظوظ الدولي أيت بودلال في المشاركة رفقة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا للأمم قوية في حال مواصلته التألق مع رين الفرنسي، بعد أن خاض دقائق مع دوديت في مباراة أوغندا الودية الأخيرة للمنتخب المغربي الأول بعدما نال ثقة المدرب وليد الركراكي.